السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ عبير. النهاردة مستمرين طبعا في وصفاتنا الاقتصادية جدا جدا. كل حيرة كل يوم بقى في رمضان هنعمل اكل ايه النهارده؟ طبعا زي ما قلت لكم انا بجيب الفراخ وباخد الكبد والقوانص بعينها في الفريزر لوقت زنقه زي دلوقتي. عايزه اطلعها، ما عنديش اكل وكده بطلعها وبعملها. هنعمل النهارده الرز البسمتي المبهر بالكاري والكركم، وهنعمل معاها ايه الكبد والقوانص. طبعا مقاديرنا ايه النهارده؟ زي ما قلت لكم نص كيلو كبد، رز بسمتي. طبعا لو عندك رز بلدي مفيش مشكله، هتمشي برده الوصفه. بس ابني طلب مني رز بسمتي فجبته له. ومعانا طبعا كبد وقوانص، ما اعرفش بقى هم قد ايه بالظبط لان انا كنت محوشاهم في الفريزر. ومعانا بصلايه مبشوره، ومعانا فصين توم، معانا ايه كاري وكركم وفلفل، معلقه نص معلقه فلفل اسمر صغيره، ومعانا ملح. يعني مكونات سهله جدا وبسيطه جدا جدا. مش النهارده الاكله مش مكلفه خالص، يعني الموضوع كله في حق الرز البسمتي. تعالوا بقى ايه اول حاجه نعملها؟ طبعا نعمل الرز البسمتي وبعد كده نعمل الكبد والقوانص. هنا بقى جبنا ايه، جبنا حله على النار هننزل بيه بثلاث معالق زيت او 4. طبعا الرز بيحب الزيت والسمنه الكتير. هنحط 3 معالق زيت، وهننزل ايه بمعلقه ايه زبده. ما عندك الزيت، وهننزل بايه بمعلقه زبده زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنسيح الزبده مع بعض كده مع الزيت، نسيحها كويس جدا. طبعا انا مهديه النار شويه عشان الزبده ما بتتحرقش معانا. زي ما انتم عارفين الزبده اللي هي السر بتتحرق بسرعه، فاحنا ايه هنهدي النار عليها لغايه ما تسيح بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. وهننزل بايه بنص كميه البصل، ان ايه النص التاني هنحطه على القوانص وكده. وبعدين هنقلب بقى ايه المكونات دي كلها مع بعض. يا دوبك بس البصله بتاعتنا تدبل، مش عايزينها تحمر ولا حاجه. نزل بس البصل اللي على المعلقه. خلاص زي ما انتم شايفين كده البصله بتاعنا دبلت. هننزل بالايه بالبهارات بتاعتنا بقى، الكاري والكركم والملح والفلفل الاسمر. هننزل بيهم بالشكل ده كده، ونحمرهم مع البصله او نشوحهم مع البصله شويه كده، وبعدين ننزل بالرز. احنا مش عايزين نحمر البصله ولا حاجه زي ما قلت لكم، يا دوب بس ريحه التوابل تطلع وننزل بالرز بتاعنا. ريحه التوابل طلعت خلاص، هننزل بقى بالرز بتاعنا. احنا غاسلينه ومصفيينه كويس جدا بالشكل ده كده. انا مش نقعاه ولا حاجه. الرز البسمتي طبعا بياخد ايه كوبايه الرز بتاخد كوبايتين ميه، انما لو انت نقعاه بياخد اقل من كده. طبعا انا مستعجله وعايزه اعمل الفطار، فانا ايه غسلته بس وصفيته. مش قادره اقول لكم الريحه بقى، الريحه جنان. هنقلب بقى ايه ريحه الكاري، انا بحبها جدا في الرز البسمتي، بيبقى طعمه جميل جدا. الرز البسمتي طبعا ليه طرق كتيره في العمايل، يعني كذا طريقه، بس انا الطريقه المحببه الى قلبي الطريقه دي. هنقلب كويس كده هو المكونات دي كلها، واللي عاوز ملح بقى بنحط له. نشوحه كويس جدا. خلاص الرز اتشوح معانا، ننزل بايه ب4 كوبايات ايه ميه. انا حاطين كوبايتين رز او كوبايتين ونص، يعني الصفحه دي اللي انا عاوزاها. هننزل ب5 كوبايات ميه. 3 ادي 4 ادي 5 كوبايات ميه على نص كيلو رز. وبعدين هنقلب بقى ايه الرز بتاعنا، ونعلي النار بقى لغايه اما ايه يتشرب معانا. اهم حاجه ايه نظبط الملح بتاعنا برضو، وهنغطي عليه. اول ما يتشرب اروح مهديين عليه النار. بعد كده بقى تعالوا نعمل ايه الكبد والقوانص بتاعتنا. جبنا طاسه وحطيناها ايه على البوتاجاز عشان نعمل ايه الكبد والقوانص بتاعتنا. هننزل بايه بمعلقه زيت، وهننزل بمعلقه زبده بس نسيحها الاول. طبعا هننزل بالقوانص الاول عشان ايه هي بتاخد سوا، هنسويها الاول بعد كده هننزل بالكبد. طبعا في مكون هنحطه على الكبد والقوانص النهارده هيوديها في مكان تاني خالص، هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه زي ما قلت لكم هننزل بالايه بالقوانص بتاعتنا. سمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هننزل كده بالقوانص بتاعتنا بالشكل ده كده اهو.
وهنقلبها كويس جدا. هننزل عليها بربع معلقه فلفل اسمر، وبعدين نكتر بهارات عشان ما تبقاش ناديه، ونبدا نشوحها كده لغايه ما تتشوح معانا. شوحت معانا كويس جدا. هننزل عليها بايه، بنص كوبايه ميه عشان ايه، نتاكد ان القوانص بتاعتنا استوت. لازم ننزل عليها بشويه ميه الاول، بعد كده ننزل بالكبد بالكبد بعد. نص كوبايه كفايه قوي، حط بس حبه صغيرين كده هتشربها. بعد كده ايه، ننزل بالكبد بتاعتنا والبهارات بقى. خلاص القوانص بتاعتنا استوت زي ما انتم شايفين كده. هننزل بالبصلايه وفصين توم وشمي بقى الروايح الجميله، وهنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده كده اهو. نخلي بالك بقى ايه عشان ما تطقش في وشك بالشكل ده كده. نقلب القوانص كويس جدا، وهننزل بالايه، بالكبد بتاعتنا. نقول بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هنقلب بقى ايه الكبد مع القوانص. طبعا نخلي بالنا من الرز، طبعا وطينا عليه الشغل ووطينا عليه خلاص. كل حاجه اصبحت جاهزه معانا، بس هنحط بقى التوابل بتاعتنا. هنحط نص معلقه كزبره، ونص معلقه ايه بهارات فراخ، وهنقلب بقى كل ده مع بعض كده. طبعا لسه ما حطيناش الملح، وفي مكون تاني هنحطه برده. هنقلب كل ده مع بعض كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى الملح بتاعنا، هننزل بقى ايه بنص معلقه ملح عشان ما يبقاش حادق قوي، وهنقلبها كده بالشكل ده كده. النار طبعا عندنا وسط، ما نعليهاش قوي عشان كده ما تتحرقش مننا. بالشكل ده كده اهو. وهنحط بقى ايه المكون اللي بقولك اللي هيودي ايه الكبد والقوانص في حته تانيه خالص. معلقه دبس الرمان بجد والله، او صويا صوص اللي موجوده عندك مفيش مشكله حطيه، بيدي طعم وريحه خطيره جدا للكبد والقوانص، بيديها لون طبعا جميل، اللون اللي احنا الغامق اللي احنا بنحبه. طبعا كده الكبد ما بتاخدش سوا ولا حاجه، يعني ايه تقلبتين كده وهنطفي عليها دلوقتي بقى ونقدم الطبق بتاعنا وبألف هنا وشفا. طبق سهل جدا وبسيط، هيشرفك في اي عزومه تكوني بتعمليها. تحطيه في وسط السفره كده بجد والله، يعني طعم وريحه مش قادره اوصفه. هيسيبوا الاكل كله ياكلوا طبق الرز ده القوانص والكبد. هنطفي عليها بقى، نغرف الرز بتاعنا ونقدمه في طبق التقديم. كده خلصنا الكبد والقوانص بتاعتنا خلاص، نزلناها من على النار. طبعا اتقلها جدا، فايه هنغرف بقى الرز بتاعنا الجميل المبهر بطريقه سهله جدا وبسيطه، واهم من ده كله انها مش مكلفه نهائي. اهو هنحط الرز. شفت الرز بتاعنا واحده واحده ازاي، مش معجن خالص ولا في حاجه، لان ايه الميه بتاعته مظبوطه. اهو نغرفه بالشكل ده كده اهوت. الطبق بعد ما غرفناه طبعا ايه هنحاول بقى نجرنشه كده ونحط له شويه حاجات كده. طبعا انا ما عنديش بقى المكسرات اللي بيحطوها، فانا هحط ايه، هكتفي بايه بالحاجات اللي على قد الايد. هنحط سوداني. طبعا الحاجه غاليه زي ما انتم عارفين، ففي ناس ما فيش مقدرتها انها تجيب اللي هو الفستق والبندق والحاجات دي ويحطها فوق الوش. فاحنا هنحط حاجات بسيطه كده، يعني نحاول ايه ما نكلفش نفسنا على قد ما نقدر. حاجات بسيطه كده. سوداني ب10 جنيه سوداني هيغرقوكي بالمنظر الجميل ده كده اهوت. طبعا عايزين نكسر اللون، نكسره بايه، هنحط حبه خضره بسيطه كده فوق الوش برضو تديها شكل جميل. اهو شويه سوداني بسيطه كده، وهاتي حبه بقى بقدونس بقى فوق الوش كده زي ما انتم شايفين كده. وادين ورق بس، طبق بجد يفتح النفس
على سفرة رمضان لو حطيتيه، لو عندك عزومة ولا حاجة بجد هيشرفك جدا. حط حبة بس فوق الكبد والقوانص. اه، بالشكل الجميل ده. طبق بسيط جدا وسهل وما كلفناش حاجه. الكبده عندنا والقوانص في التلاجة زي ما قلت لكم. بنجيب الفراخ ويعني الكبد والقوانص لوقت زي ده. طبعا فنانيس بيسلم عليكم، كل سنه وانتم طيبين. اول مره يطلع معايا، انا جايباه بس كمني بوضب في الشقه وكده، فمش عارفه احط حاجه ولا عارفه اصور حاجه. فادعوا لي كده اخلص الشقه على خير ان شاء الله كده توضيب، وربنا يسهل ان شاء الله عليك كده نفرش. وان شاء الله اصور لكم الشقه بعد ما تتفرش. طبعا بقى ايه الوصفه بتاعتنا جامده جدا النهارده. جميله جدا، انا راضيه عنها. يا رب انتوا كمان ترضوا عنها. طبعا بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.